كان لنا شيخ اسمه محمد المرشد رحمة الله عليه، تتذكر هذه فائدة منه وترحم عليها. يقول: إذا تذكرت موقفين اثنين لعبدين من عباد الله زاد رجائي برحمة الله وفضله. ما هما يا شيخنا؟ قال: يوسف عليه السلام ماذا فعل به أخوته؟ ماذا فعل به؟ ألقوه في غيابة الجب ليهلك، يعني ألقوه حتى يهلك، وهذا غيابة الجب إيش فيه؟ قد يكون في ثعابين، عقارب، هلاك، ما تدري يعني تصور لو أدخلوه ليلا فقط، يعني إيش الهلاك، صح؟ موقف يعني قمة السوء والاعتداء. تعرض للبيع والشراء، تعرض لفتنة، امرأة العزيز، قذف في السجن 4 سنين. بعد ما تمكن من اخوته وسألوه العفو ماذا قال؟ قال: لا تثريب عليكم. ايش معنى لا تثريب؟ يعني حتى بالكلام العتب ما راح اعاتبكم. ايش العفو هذا؟ وهذا عبد من عباد الله. انظر ايش صنعوا به وكيف قابلهم، ولا يغفر الله لكم. ما عاتبوا حتى بالكلام. يعني بعض الناس يسامح ما شاء الله، لكن كيف يفعل؟ شوف أنا كان بإمكاني أدوس على راسك، يا ابن كذا يا ابن كذا. مرة ثانية يسد، بس هالمرة أنا بخليك. أي خليك، تخليت تمسحت في الأرض. لكن يوسف عليه السلام ايش يا اخوان؟ قال: لا تثريب عليكم. يقول الشيخ محمد المرشد رحمة الله عليه، قال: وموقف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا فعل به قومه أقرباؤه؟ ترى اعتداء القريب أصعب على ايش من اعتداء البعيد. هذا عمه وهذا بني عمه، كذبوه، استهزوا به، سخروا به، قاتلوه، أخرجوه من مكة، غزوة بدر، ثم غزوة أحد، ثم الخندق، ثم صدوه عن الكعبة في الحديبية. فعلوا أفاعيل. فلما تمكن منهم أطلقهم صلوات ربي السلام عليه وأكرمهم، أعطاهم أشياء عجيبة. حتى الأنصار بعضهم تكلم قال: يعطي قريشا ولا يعطينا، وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني أمس كانوا أعداء نقاتلهم، نجاهد في سبيل الله نقتلهم، اليوم دخلوا الإسلام حديثا، هذا 100 من الإبل، هذا 100. يعطي قريشا ولا يعطينا وسيوفنا تقطر من دمائهم. يعني احنا أقدم منهم إسلاما، احنا المجاهدين. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قصة في الصحيحين جميلة جدا. فبلغ، جمعهم: يا معشر الأنصار أفيكم أحد ليس منكم؟ كلهم الأنصار. قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، احنا خوالة يعني. قال ابن أخت القوم: منهم؟ ما الذي بلغني عنكم؟ ما الذي بلغني عنكم؟ قالوا: يا رسول الله، قاله بعض سفهائنا، يعني مش ناس المعتبرين قال الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أتكم ضلالا فهداكم الله بي؟ يعني أنتم بدون النبي عليه الصلاة والسلام ايش يا اخوان؟ كفار لجهنم ما تخرجوا منها أبدا. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قال: من الله ورسوله. ألم أجدكم عالة فأغناكم الله بي؟ قالوا: المنة الله ورسوله. ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: المنة الله ورسوله. قال: قولوا. قال: وماذا نقول؟ قالوا: قولوا: ألم تأتينا طريدا فآويناك. أنتم بعد لكم موقف. يا معشر الأنصار، والله لو ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ هذا راح ماخذين بهايم، أنتم رسول راح يرجع منكم معكم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ألا ترضى أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم. قال لهم: والله لو سلك الناس شعبا أو واديا وسلك الأنصار شعبا وواديا لسلكت الشعب ووادي الأنصار. أنا معكم. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، فغطوا رؤوسهم أخذوا يبكون. رجعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام